هتعمليه وتاكليه في نفس الوقت. البرطمان ده بيليق على كل حاجة وبيمشي مع كل الأكلات، مفيش أسهل ولا أسرع من كده، والطعم بياخد الأكل في حتة تانية خالص. أول حاجة أنا هستخدم معايا بصلتين بس النهاردة، لأن أنا بعمل كمية يا دوب تكفي أسبوع، مش عايزين أكتر من كده. تعملي كده تجددي كل أسبوع برطمان كده في التلاجة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. بجيب البصل بعد ما بقشره ببدأ أقطعه كده بالمبشرة، أو تعمليه بالسكينة بس يكون رقيق جدا عشان طبعا ما ياخدش سوا معاكي. بعد كده بحضر معايا كوباية ونص من المية المغلية، عليهم معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من السماق. وهنبدأ نقلب، والسماق هنا بيدي مزازة حلوة قوي قوي للبصل. انا حابه ان انا اصفيه عشان بس التصوير والميه تبقى رايقه كده في البرطمان، لكن ممكن تسيبيه بالسماق زي ما هو عادي جدا، مفيش مشكله خالص. البرطمان بتاعي لازم يكون معقم، انا عقمته طبعا بميه مغليه. هبدا اضيف البصل، ويفضل انت تحطي كده باي ماسك. ليه بقى؟ عشان طبعا ده مخلل، فعشان ما يفسدش معاكي بسرعه. وطبعا احنا بنحتفظ بيه في التلاجة، بعد ما الميه تبرد عليه خالص هنحطه في التلاجة ويقعد معاكي لمده اسبوع. هضيف معايا ورق لورا، هضيف معايا كام فص من التوم، وفلفل حامي لو بتحبي نكهه الفلفل الحامي مع اي مخلل. وبلاش نضيف خل، لان الخل بيقتل البكتيريا النافعه اللي هي اصلا الفايده من المخلل. كنت الاول بضيف طبعا الخل، بس لما عرفت المعلومه دي بطلت اضيفه. بيليه بقى مع اي حاجه، العدس بقى طبعا داخلين على الشتاء، مع رنجه، مع اي حاجه خطير. اتمنى تجربوه وتشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم.